النهارده بقى بمناسبة دخول المدارس هنعمل حاجة حلوة وسريعة كده ولذيذة قوي، وهي الكوكيز الفاخر بالزبدة. بنشتريه غالي من بره. النهارده هنعمله بمقادير سهلة وبسيطة قوي، هيطلع معاكم هش كده ومقرمش وحلو قوي، وزي ما قلت لكم زي الجاهز واحلى كمان بمقادير بسيطة ان شاء الله. اول حاجة معايا نص كوباية من الزبدة تكون بدرجة حرارة المكان. انا حسيت ان الكمية قليلة شوية فضفت معلقة كبيرة من السمنة، بس هي المقدار المظبوط نص كوبايه من الزبده. هنخفق بقى الزبده كويس قوي بالمضرب الكهربائي او بالمضرب السلك، وبعد كده هنضيف عليها كوبايه الا ربع من السكر البودره، ويستحسن ان احنا ندخله. وبالمضرب الكهربائي برضو بحاول ان انا اخفق السكر مع الزبده كويس قوي لحد ما اللون يفتح معايا ويديني قوام هش كده. بيكون معايا بيضتين بدرجه حراره المكان. هضيف بقى بيضه، اول بيضه وهخفق، وبعد كده تاني بيضه عليها هضيف بقى شوية من الفانيليا السايلة او البودرة، وما ننساش رشة الملح. وهبتدي اكمل خفق لحد ما معالم البيض اللي احنا ضفناه تختفي تماما. الطريقة دي سهلة وبسيطة وبتديلكم كده كوكيز فاخر قوي زي اللي احنا بنشتريه زي ما قلت لكم من بره، واحلى كمان. بنضيف ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وممكن نستغنى عنها لان احنا خافقين القوام كويس قوي، وكمان ضايفين بيض. بعد كده خلاص مش هستخدم دلوقتي، خلاص انا خلصت مهمة المضرب الكهربائي. بالسباتيولا بقى او بمعلقة خشب هضيف دلوقتي كنت مجهزة معايا 3 كوبايات كبار من الدقيق. ضفت اول كوباية، وبالسباتيولا زي ما قلت لكم او بمعلقة خشب ببتدي ان انا اقلب، ومحاولش ان انا المس العجينة نهائيا بايدي علشان ما بوظش قوام العجينه الهش اللي احنا عملناه. بعد كده بقى هضيف معلقه كبيره من النشا، يستحسن برضو ان احنا ننخلها، وممكن برضو نستغنى عنها مفيش اي مشكله. هي بتديني بس هشاشان ونعومه كده للبسكوت او الكوكيز. دي تاني كوبايه من الدقيق بقى. تاني كوبايه من الدقيق ما بضيفهاش مره واحده زي اول كوبايه، بضيف شويه كده، وبالسباتيولا بحاول ان انا اقلب. اول ما كميه الدقيق اللي انا ضفتها تختفي هبتدي اضيف الكميه التانيه، وهكذا. طبعا بعد الكوبايه التانية بكون مجهزه الكوبايه التالتة. زي ما قلت لكم انا استخدمت او كنت مجهزه 3 كوبايات من الدقيق. انا استخدمت 3 كوبايات دقيق ما عدا الربع كوبايه الاخيره، يعني استخدمت 3 كوبايات دقيق الا ربع. اول ما العجينه بقى تبتدي ان هي تلم معايا كده وتبقى ناعمه في نفس الوقت زي ما انتم شايفين كده، اول ما بكورها كده او المها على ايدي احس ان هي متماسكه ومش مشققه معايا وناعمه كده، خلاص ببطل ان انا اوقف ان انا ازود دقيق. يعني زي ما قلت لكم انا كنت مجهزه 3 كوبايات، اتبقى معايا ربع كوبايه مش هضيفها تاني خلاص. بالنسبه بقى لنوع الدقيق اللي بيظبط معايا الكحك والبسكوت والكيكيز والبيتيفور هو دقيق فلاور لاند، وانا قلت لكم النصيحه دي كتير قوي. لو لقيتوه هاتوه واستخدموه، ما لقيتوهوش هتستخدموا الدقيق متعدد الاستخدام. معايا بقى هنا شوكليت شيبس. انا جبت اللي هي المربعات دي، ممكن تختاروا اللي هي اصغر شويه بتكون مدوره كده. بكور العجينه على طول، بشتغل فيها على طول. بكورها كده وببتدي ان انا يغمسها كده في قطع الشوكولاته، يا اما بكورها على ايدي كده، وبعد كده بجيب بقى قطعه كده وابتدي ان انا ارصها على العجينه بالشكل ده، بتديني برضو شكل حلو قوي. الطريقه بقى اللي تريحك اعملي بيها. الطريقتين حلوين وبيدوا شكل حلو. طبعا بنحط بقى الكوكيز كده في الصينيه من غير ورق زبده لانه في كميه زبده حلوه، وبعد كده بندخله بقى الفرن. استحسن ان احنا نشيله في التلاجة 5 دقايق قبل التسويه علشان ما يفرش معانا بزياده. دي اول صينيه، وتفضل معايا صينيه تانية فيها 4 كوكيزات. دخلت الفرن وسبته لمده نص ساعه وكمان 10 دقايق لحد ما يستوي مظبوط. لازم ياخد لون محمر حلو كده من تحت ولون محمر من فوق كده شويه علشان يستوي ويطلع معانا هش ومقرمش ومتماسك. يعني بالنسبة للريحة وللطعم والقوام زي ما انتم شايفين كده زي الكوكيز الفاخر اللي احنا بنشتريه من بره. حلو قوي وطريقته سهلة ومقاديره بسيطة جدا. ما تنسوش بقى الصبح بدري كده تحطوا كذا واحدة كده في اللانش بوكس، بيبقى حلو قوي. ما تنسوش تعملوا لايك للوصفة. جربوا الكوكيز بالطريقة دي ان شاء الله يعجبكم جدا، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة علشان نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.